السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا رب تكونوا بخير. انا ديجا والنهارده انا جايه اقول لكم على تتبيله الفراخ البانيه. تتبيله سهله جدا مش هتاخد وقت، كلها في الخلاط، وازاي البانيه يطلع معانا كريسبي ومقرمش ولونه حلو جدا في التحمير، مستويه كويس كل حته في فراخ البانيه. وكمان هقول لكم ازاي تعملوها من غير ولا بيضه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تجربوا الوصفه والتتبيله زي ما هقول لكم المقادير بتاعتها دلوقتي. وكمان هكتبها في الديسكريبشن بوكس عشان لو حد نسي او حاجة، هكتبها لكم في الوصف في صندوق الوصف ان شاء الله. ويلا نقول بقى هنعمل ايه. ادي طبعا دي الفراخ البانيه بتاعتنا. بنحطها في المحلول بتاع غسيل الفراخ، وانا كنت عامله فيديو بطريقه غسيل الفراخ وكل المكونات اللي بنستخدمها، ملح وسكر والليمون، وبنقعدها على الاقل نص ساعه. بصوا اصلا لون الميه بيتغير ازاي، كل الحاجات الوحشه اللي فيها بتنزل. طيب هنحتاج ايه. انا هنا ده كان نص كيلو من الفراخ البانيه، حطيت له طماطمتين، وحطيت له كمان قرنين فلفل رومي. بس كان في واحد كبير وواحد يعني اتنين صغننين قوي، فانا حطيت هما هنا كانوا المفروض تلاتة، بس ايه مش قد بعض، عشان كده انا استخدمت اكتر من اتنين. ممكن تحطي قرن فلفل واحد كبير وطماطمايه كبيره. تمام. والبصل انا حطيت 3 بصلات، انا بحب البصل كتير عموما، لكن انت ممكن تكتفي ببصلتين متوسطين هيبقى كويس جدا. طيب حطينا كمان طبعا انا حطيت الطماطم الاول علشان الضرب في الخلاط يبقى سهل، ما يبقاش فيه مشكله، لان الخلاط يبقى عافيه شويه. فبحط السوائل الاول الطماطم، وحطيت شويه خل، وحطيت لبن، وبعد كده نزلت بالفلفل والبصل. وكمان بنحط ليمونتين، عصير ليمونتين. بنصفي البذر، يعني بنشيل البذر الاول، وطبعا بنحطهم في الخلاط ونضرب كل ده كويس جدا. هنحتاج كمان ملح، معلقه من الملح، معلقة صغيرة، معلقة شاي، وفلفل اسود، والسبع بهارات. هنحط كل الحاجات دي في الخلاط ونضربها كويس جدا. واهم حاجة بقى ايه، الزبادي او اللبن الرايب، يعني دي هما يعني تختاري حاجة من ال3 حاجات دي، لانها هي اللي بتخلي الفراخ طرية وجميلة، وبتديها طعم وما بتنشفش كده وتحسي ان ايه بتاكلي كاوتش او حاجة. لا، بتبقى مقرمشة من بره وطرية كده، الفرخة نفسها، حتة الفراخ نفسها بتبقى من جوه طرية وجميلة. فده بيبقى ازاي، بيبقى عن طريق ان احنا نحط شوية لبن، او نحط معلقتين زبادي، او نحط لبن رايب. انا هنا بحط زبادي على طول، بس ما كانش متوفر عندي زبادي ساعتها، فاستخدمت شوية لبن. هكتب كل المقادير التتبيلة في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله. طيب ايه بقى ده، بديل البيض اهو. بنجيب كده علبة تلاجة او طبق، ونحط فيها معلقتين من الدقيق، ونحط كمان معلقة من النشا، ونحط رشة ملح ورشة فلفل، ونقلب كويس. ونضيف عليهم بقى بالتدريج كده مية لحد ما السايل ده يكون او الخليط ده يكون يعني مش مكلكع، يكون كويس معانا، لا هو مكلكع قوي ولا هو سايل قوي. انا هنا يمكن هو ايه المية زادت معايا شوية، يعني لحد هنا كان لسه هيحتاج مية. انا بقى المرة التانية دي زودت مية زيادة عن اللزوم. فالموضوع سال مني جامد، لكن المفروض هي تبقى كانت اتقل من كده سيكة صغيرة. ده بيبقى خليط تحفة بدل البيض. طبعا عشان نوفر، وعلشان الناس اللي مش بتحب البيض، يعني سواء مثلا حد ما بيحبش البيض يدخل في اي حاجة في الاكل، او برضو توفير يعني اقتصادية. فهي برضو حاجة كويسة، وان شاء الله لو جربتوها والله العظيم جميلة جدا. انا بقالي فترة بعملها من غير بيض، اي حاجة حابة اقليها وممكن تبقى عايزة بيضة بستخدم دي. الفراخ البانيه، وزي ممكن برضو اللحمة المفرومة اللي بنعملها، اللي هو البفتيك الكداب، برضو بنحتاج فيها نفس الخلطة دي، وبتبقى تحفة. طيب هنا بقى عايزين أهم حاجة إيه نعمل ايه واحنا بنحط البقسماط. نوع البقسماط كمان بيفرق. السايب بتاع العطار بصراحة ما بيعجبنيش، انا بحب اللي هو اللي بيبقى بتاع الشركات، انا بستخدم ريتش بيك. هو اللي بيخلي اللون البقسماط، لون حتة البانيه نفسها حلوة وبتقرمش كده ولونها فاتح. طيب
كمان حاجة تانية ان احنا ما ينفعش نستخدم ايدينا الاتنين، علشان ده بيخلي البقسماط يلزق في ايدينا ويخلص وما بنعرفش يعني بنهدر في الكمية. فانا بجيب كده زي، بصوا ايدي نضيفة ازاي، بجيب حتة شنطة بلاستيك بقصها كده هنا زي ما انتوا شايفين، بفرد عليها البقسماط وبعمل بايدي اليمين، بحط حتة الفراخ البانيه ايوه بالشكل ده، بحطها في الدقيق والمية، وبعد كده بنزل بيها طبعا تتصفى كويس الاول، بعد كده انزل بيها في البقسماط، واشتغل بقى بايدي الشمال بس ايدي ما تلمسش حتة الفراخ البانيه وهي مبلولة كده بالتتبيلة خالص، علشان البقسماط ما يلزقش فيها والاقي نفسي بقى اتعكيت واتوسخت والدنيا بقت صعبة معايا. فلا انا بغطيها بالبقسماط كده، والكيس البلاستيك بيساعدني ان انا اعمل ده بكل نظافة، ان انا ايه، من الاطراف بحرك البقسماط على حتة الفراخ البانيه زي ما انتوا شايفين، وبالتالي انا ما بلاقي ان انا ما بوسخش ايدي ولا بهدر في كمية البقسماط خالص، وكل حاجة بتبقى زي الفل. بنجيب بقى بلاستيك، طبق بلاستيك او صينيه بلاستيك او اي حاجه ممكن تدخل الفريزر يعني، بس متبقاش ازاز، وبنفرد عليها القطع البانيه اللي احنا عملناها كلها، وبنحطها في الفريزر شوية قبل ما نقليها. وده سر كمان من أسرار إن حتة البانيه تبقى مقرمشة، وكمان الطبقة أو الكفر بتاع البقسماط ما يقعش مننا واحنا بناكل، نلاقيها فصلت عن الفراخ البانيه ويعني بقت دي حتة ودي حتة، وبقى شكلها مش لطيف خالص. فايه التتبيلة كمان برضو ممكن ان انت تشيليها في الفريزر، يعني تشيلي البانيه زي ما هو كده، احنا خلاص كنا عملناه في الخلاط وضربناه وحطينا على الفراخ البانيه كل التتبيله بتاعتنا، ممكن بقى ان انت تعمليها كده بالدقيق والبقسماط زي ما انت شفتي، وتفرزيها في الفريزر في علبه بلاستيك كده جاهزه، بس يبقى ما بين كل قطعه والتانيه كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض. يا اما ممكن تشيلي القطع متبله بالتتبيله من غير البقسماط وتحطيها في الفريزر، وبعد كده تبقي تطلعيها لما تفك او تفكيها في الميكرويف، وتحط لها الدقيق والبقسماط، وبعد كده تقليها. يعني ده او ده طبعا حسب اختيارك، بس انا طبعا بسهل على نفسي وبعمل كله. بعدين هو كان نص كيلو كله اصلا ما كانش كتير، بس حتى لو الكميه كبيره وبرده في تفريزات رمضان والاوقات اللي احنا بنحتاج نفرز فيها اكل في الفريزر، بيبقى ده بيسهل علينا كتير جدا. فانا بصوا عملت اهو قطع البانيه، حطيتهم محطوطين جنب بعضهم مش على بعض، وفاصل بينهم كيس بلاستيك، هحطها بقى في الفريزر، وقعدت في الفريزر يعني مدة ما تقلش عن 3 ساعات. انا بعمل كده، لكن طبعا انت ممكن تبقى اقل من كده، اهم حاجة تسقع وتقعد شوية يعني ايه في الفريزر كده، تشوف اللي هي ايه، تبقى يعني زي ما بيقولوا مسكت نفسها كده، مسكت نفسها علشان لما نيجي نحطها في الزيت ما تفكش مننا وتبقى طعمها جميل. تمام. انا كنت عامله في اليوم ده مكرونه بينا مع الريد صوص، وكمان طلعنا الفراخ البانيه خلاص من الفريزر اهي، بصوا جمدت خلاص، كان هنا بقى لها حوالي 3 ساعات في الفريزر. هنحطها بقى، اهم حاجه يكون الزيت نظيف ما يبقاش فيه اي رواسب، وتبقى الزيت غزير ما يبقاش قليل. برضو كل دي حاجات من عوامل ان الفراخ البانيه تبقى مقرمشه معانا وتستوي كويس، عشان اوقات ممكن لو الزيت قليل هتتحرق ومش هتستوي، وهتبقى يعني هنتحرق جامد لو حد جه كل ولقاها بالمنظر ده. فطبعا لازم يبقى الزيت غزير ولازم يكون نظيف، والنار ما تبقاش واطيه قوي 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 عشان ما تشربش زيت، ولا تبقى عاليه جدا فتشيط بسرعه من بره ونيجي ناكلها نلاقيها من جوه لسه نيه. فطبعا لازم النار تكون متوسطه، ولما نيجي ننزل بيها في الزيت يبقى الزيت اوريدي سخن خلاص، ما ينفعش ننزل بيها والزيت لسه بارد. تمام. فكده خلاص اهو، بصوا لونها ما شاء الله اللهم بارك، لونها كان تحفه وجميله ومقرمشه. جربوا الله التتبيله ان شاء الله يا رب تعجبكم. ادي كده احنا خلاص خلصنا. هو على فكره يقول ان المكرونه والبانيه من اسهل الوجبات الغداء في مصر، بس انا مش مع الموضوع ده خالص، بس الولاد بيحبوها واي حاجه هما بيحبوها طبعا نعملها يعني ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عامله جروب على الفيسبوك اسمه ستات مطابخ اليوتيوب والتيك توك، لو حابه تنضمي لينا هحط اللينك في اول كومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.